في كل بيت فيه حكاية، وحكايات جدتي عمرها ما كانت عادية، فيها أسرار وفيها دموع وفيها دايما عبرة بتفضل محفورة في القلب. النهاردة هتسمعوا حكاية يمكن تغير نظرتكم للحياة. يلا نسمع حكاية مع جدتي. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبتي. هو ايه الهيصة اللي كانت تحت في الشارع دي يا تيتا؟ النهارده كان يوم صعب جدا يا حبيبتي. ليه يا تيتا؟ في ايه؟ هقول لك يا حبيبتي. اللي حصل ان جارتنا اللي في الدور الرابع سمعت صوت حد بيعمل انفاس جامده بره باب الشقه، يعني كأن حد بيجري، كأن حد بينهج كده يعني. المهم اللي بينهج او كده خبط على الباب تخبيطه بسيطه ومرنش الجرس، فهي فتحت الباب فلقيت واحده ست قدامها بتقول لها الحقيني الحقيني، الناس اللي بيجروا ورايا هيقتلوني. طبعا هي اتخضت فقالت لها خشي طيب، وقفلت الباب. طيب فلما دخلت قالت لها ايه حكايتك، في ايه؟ قالت لها اصل جوزي كان اتسجن، وبعدين انا اتجوزت، فهو جاي دلوقتي عايز يقول لي ان انتي مراتي، وعاوز يقتلني عشان انا اتجوزت وهو مش موجود. فطبعا هي سمعت كلمة السجن برضو اتخضت منهم، فقالت لها طب بصي استني دقيقة واحدة. فنادت على جوزها من جوه وقالت له شوف الست دي اخبارها ايه. قال لها ايوه يا ستي، طب جوزك ده قعد في السجن قد ايه؟ قالت له شهر، والناس قالوا لي مادام هو اتسجن يبقى خلاص من حقك تتجوزي. فانا متجوزه واحد راجل، متجوزاه وقاعده في عماره كده بعيد شويه، وبعدين هو شافني وعرف ان انا فجري ورايا. قال لها متجوزاه جواز رسمي؟ قالت له لا، جواز عرفي. الله، طب ولو انت بقى من حقك تتجوزي بعد شهر، ليه ما اتجوزتيش رسمي؟ طبعا اولا انت عملتيه ده غلط، ثانيا اما نشوف بقى. المهم اتصلوا بجيران تانيين عشان كلهم يقفوا مع بعض، عشان كان في لمة رجالة كتير قوي قوي قوي. المهم الجيران دول كان في ما بينهم وكيل نيابة. جم كل الجيران اللي هو اتصل بيهم حوالي 3 4، وجه وكيل النيابة ونزلوا للناس اللي تحت. قال للراجل أنا ممكن أسلمك هي الست دي، أسلمها لك اللي هي المفروض زوجتك. طبعا بعد ما بص بقى في إن معاه قسيمة جواز ومعاه حاجات وكلام من ده تثبت إن هي فعلا مراته. قال له طيب أنا ممكن دلوقتي قدامي حل من اتنين، يا اما ان انا اسلمها لك وانت تقتلها واجي اروح جايب الاسم وقابضين عليك وبعدين في الاخر هتعدم، او انك انت واحده ست تعتبر خانتك وست ملهاش اصل اصلا، تتف عليها، مش تتف عليها يعني تتف عليها يعني تهملها خلاص لان هي عملت حاجه غلط، وترمي عليها يمين الطلاق وتعيش انت وتشوف حياتك انت تاني. فالمهم خدوه وراحوا بيه القسم، وهناك طلقها، وهي طبعا اتقبض عليها لان هي كانت كده بتجمع بين زوجين، فكان طبعا موال. والناس بقى قعدوا يلوموا جارتنا ديت اللي دخلتها، ازاي تدخلي واحدة ما تعرفيهاش؟ وهم عندهم حق، ازاي تدخلي واحدة ما تعرفهاش؟ ده صح، دي حاجة، لكن لربما سبحانه وتعالى أراد إن الجريمة ما تحصلش، فينقذوا الراجل من إن هو يعدم، أو إنه في ست ما تستاهلش. يعني إيه جوزها اتسجن لمدة شهر فتروح تتجوز عليه؟ ومين اللي قال لها من حقك تتجوزي؟ طبعا ده كلام خايب، مفيش حاجة اسمها كده. العدة بتاعة المطلقة 3 أشهر، وبتاعة الأرملة 4 أشهر و10 أيام. لا حصلت ده ولا حصلت ده. لكن المسجون لما يبقى خلاص واخد أكتر من 3 سنين أو 4 سنين، وهي قدمت قضية والقضية تتحكم فيها إن هو فعلا المفروض تتجوز، وإن هو يبقى خلاص اتطلقوا وكلام من ده كله، يبقى ساعتها تتجوز. لكن الزواج مش بالسهولة كده، شهر. طبعا كل الناس استغربوا على كلمة شهر دي، فطبعا الست دي عملت جرم جامد جدا. ولكن جارتنا اللي فتحت لها الباب، هو بس ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الجريمة ما تحصلش وإن الراجل ما يخشش السجن تاني ويتعدم. لكن غلط إن الواحد يفتح لحد ما يعرفوش، غلط إن واحد يدخل حد ما يعرفوش. لازم الواحد يخلي باله كويس جدا، خصوصا في الأيام دي. مفيش حاجة اسمها قولت الحقيني الحقيني دي، لا، كانت صحت جوزها وكان جوزها خرج بره ونادى الجيران وكله بره الشقة، كله بره الشقة. لربما افرضي جوزها مثلا نايم في الأوضة أو قاعد في الأوضة بيقرأ حاجة وما خدش باله من مراته وهي بتناديله ولا حاجة، والست دي شممتها وخدت أي حاجة ولا قتلتها ولا أيا كان الموقف. فيبقى المفروض غلط جدا إن احنا نفتح الباب لحد ما نعرفوش. نلحق الناس لو في أي مشكلة، نلحق الناس، بس يكون إحنا كمان معانا ناس، يكون معانا كمية من الناس، ما ينفعش يكون 1 أو 2. يعني ممكن الست دي تتبلى على جوزها بأي حاجة، دول خطفوني، دول عملوني أي حاجة، حد يعلم أي حاجة؟ محدش يعرف حاجة.
فالمفروض ان احنا ما نفتحش الباب لحد. حكاية النهاردة اللي انا عايزة اقولهولك انك ما تفتحيش الباب لحد، ولو ماما خرجت ما تفتحيش الباب لحد خالص غير لما تعرفي هو مين. وطول ما انت قاعدة في البيت اقفلي الباب بالترباس، عشان لو لا قدر الله حد كان معاه مفتاح او معاه طفاشة او معاه اي حاجة ما يعرفش يفتح الباب ويدخل عليكي الا اصحاب البيت. واصحاب البيت طبعا ماما هترن الجرس، وماما هتبقى عارفة ان انتي قافلة الباب بالترباس، بابا هيبقى عارف ان انتي قافلة الباب بالترباس، فيبقى ايه؟ يبقى هما هيرنوا عليك الجرس ويقولك افتحي واحنا فلان او فلانة او اخوكي او اختك وهكذا. يبقى نخلي بالنا ما نفتحش البيت لحد ابدا. ماشي؟ سلام يا حبيبي. كل حكاية من حكاية مع جدتي وراها معنى كبير. لو أثرت فيكم الحكاية قولولنا رأيكم في التعليقات، وما تنساش تعمل اللايك والاشتراك للقناة علشان توصلك الحكاية الجاية.